السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد يوم القيامة غيرهم، فإن دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يصومون رمضان. اللهم تقبل صومنا وصلاتنا، اللهم آمين. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة لا تنسوا تضغطوا لايك وتدعموا قناتي، متنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حكاية النهاردة توجع القلب. راجل دفن بنته بعد ما ماتت، ولما رجع البيت اكتشف سر خطير قوي في أوضة نوم بنته، فرجع فتح القبر من تاني اللي مدفونة فيه بنته، فكانت مفاجأة كبيرة للناس كلها. حكاية النهاردة غريبة قوي، عن واحدة اسمها مريم ماتت وسرها مات معاها، لكن والدها اكتشف السر الخطير. يلا بينا نبتدي حكاية النهاردة. عن أسرة مكونة من 3 أفراد: أب اسمه ماجد، أم اسمها بسينة، وبنت وحيدة اسمها مريم. أمها وأبوها ما كانوش بيخلفوا، وبعد 15 سنة جابوا بنتهم مريم. كانوا فرحانين بيها قوي علشان كانوا فرحانين بيها قوي. ماجد كان بيشتغل ليل ونهار على تاكسي أجرة علشان يوفر لهم الفلوس اللي تعيشهم بالحلال، ميحوجهمش لحد خالص. وأمها بسينة كانت ست بيت بتراعي بيتها وجوزها وبنتها الصغيرة مريم. كبرت مريم وبقيت بنت جميلة قوي، دخلت الثانوية العامة. وبعد كده أمها بسينة تعبت قوي، جالها مرض خطير، وقبل ما تتوفى بساعة وصت بنتها مريم وقالت لها: يا بنتي يا حبيبتي، أنا عاوزاكي تحققي حلمي وحلمك، الحلم اللي احنا حلمنا بيه يا بنتي، إنك تدخلي كلية الهندسة وتبقي أكبر مهندسة، وتحافظي على نفسك يا حبيبتي، وتاخدي بالك من باباكي، دي وصيتي ليكي يا بنتي. وبعد كده أمها توفت، وباباها ماجد علشان خاطر بنته مريم ما تجوزش تاني بعد مراته بسينة علشان يراعي بنته مريم، وكان نعم الأب لبنته. المهم خلصت الثانوية مريم وما جابتش مجموع يدخلها كلية الهندسة اللي كانت بتحلم بيها هي وأمها. وباباها وقتها باع العربية بتاعته اللي بياكل منها لقمة عيش علشان يدخل بنته الوحيدة كلية الهندسة اللي كانت بتحلم بيها مريم. المهم نجحت مريم في السنة الأولى والسنة التانية، وفي السنة التالتة فضلوا العرسان يتقدموا لها عرسان كتير وهي ما كانتش بتوافق. بعد كده باباها قال لها: يا بنتي يا حبيبتي، اتخطبي دلوقتي وبعد ما تخلصي الكلية بتاعتك اتجوزي. وقتها مريم قالت لباباها: لا يا بابا، أنا عاوزة أتجوز بعد ما أخلص تعليمي، أنا مش عاوزة أتجوز دلوقتي. وقتها باباها احترم رأيها قوي، وفي آخر سنة في الكلية فضلت مريم تتأخر على البيت وتيجي وترجع البيت في وقت متأخر قوي. فكان والدها يلاحظ التأخير ده وقال لها: يا بنتي يا حبيبتي يا مريم، بتتأخري كده ليه؟ أصل كنت بذاكر يا بابا عند واحدة صاحبتي. ماشي يا حبيبتي، بس ما تتأخريش تاني علشان أنا بخاف عليكي قوي يا بنتي. وعدت الأيام، مريم كل ما يتقدم لها عريس كانت بترفض، لحد ما قال لها والدها: يا بنتي يا حبيبتي، ليه مش عاوزة تتجوزي؟ هو في حد في حياتك؟ أول ما سمعت الكلام ده مريم جريت على أوضتها وفضلت تعيط. وفي يوم رن تليفون والدها، مسك التليفون ماجد وفتحه لقاها مريم بترن عليه، وقال لها: ألو يا حبيبتي، أنا يا فندم لقيت صاحبة التليفون مرمية على الأرض ونقلتها على المستشفى. مستشفى ايه؟ بنت مريم جرالها ايه؟ وقتها الراجل اداله عنوان المستشفى اللي فيها مريم، وراح ماجد علشان يشوف بنته مريم. وأول ما دخل المستشفى قال له الدكتور: انت والدها؟ قال له: ايوه يا دكتور، هي بنت جرالها ايه؟ بنت عاملة ايه؟ قال له الدكتور: تعيش انت، بنتك ماتت هي وابنها اللي في بطنها. أول ما سمع الكلام ده ماجد فضل يصرخ ويقول: بنتي شريفة، بنتي ما
ما تعملش كده، بنتي أنا مربيها أحسن تربية. وقتها الدكتور قال له بنتك انتحرت وماتت مسمومة. وبعد الإجراءات اللي عملها ماجد دفن بنته الوحيدة مريم، وبعد ما أخد العزا روح البيت ودخل أوضة مريم، فضل يعيط وبص على المكتب لقى اختبار حمل كانت عاملاه مريم قبل ما تتوفى وطلع إيجابي. ده قال ماجد أنا لازم أعرف مين اللي ضحك على بنتي وعمل فيها كده. مسك تليفونها وشاف المحادثة اللي كانت بينها وبين زميلها وهي بتقوله إنها حامل. وقتها قال لها زميلها إنها لازم تتخلص من الحمل ده، وإنها لو ما تخلصتش منه هيتخلص من الحمل بطريقته. وقتها شك ماجد إن بنته ماتت مقتولة مش انتحرت، وراح على اسم الشرطة ووراهم تليفون بنته مريم رجل جثة بتاعت مريم. وقتها زميلها اعترف انه حطلها السم في العصير وماتت، سابها ومشي. وقتها مريم ماتت، هو ما كانش عاوز يتجوزها واتحكم على زميلها بالإعدام. والعبرة في حكايتنا النهاردة أهل ياخدوا بالهم من ولادهم ويصاحبوهم، وكل أم تصاحب بنتها. خلوا بالكم من ولادكم، ربنا يفرحكم فيهم. الله العظيم أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين جميعا، اللهم آمين. ما تنسوش اللايك وتدعموا قناتي. ولحد هنا خلصت حكايتنا، مع السلامة.